السلام عليكم خوتي، كيف نتوما؟ مزيانين؟ كلشي بخير؟ الامور ديالكم هانيه؟ الاحوال جيده؟ اليوم ان شاء الله غادي نعمل معكم واحد النوع ديال الغريبه، الغريبه سهله سهله مهله بمقادير موجوده في كل دار طبعا. ما كاينش شي دار ما يكونش فيها هاد المقادير هذه. وانا غادي نجرب معكم اليوم، وكنتمنى تعجبكم وان الاعجاب ديالكم. خليكم مع طريقه التحضير. كيف ما لا تشوفوا عندي هنايا 3 د البيضات. عندي كاس السكر. السكر كيبقى اختياري، كل واحد وعلى حسب الذوق ديالو. عندي هنا شويه د الليمون، القشره د الليمون محكوكه. وعندي كاس ونص د الطحين، وعندي واحد الخماره د بيكن باودر، وعندي واحد الفاني. بالنسبه للسكر كتبقى اختياريه، يعني بغيتوها حلوه بغيتوها يعني عاديه تجي على حساب كل واحد والذوق ديالو. وعندي هنايا عندي شويه واحد المعلقه ونص ديال الكونفيتير د المشمش، هو اللي غادي يعطينا ديك التعليكه في الحلوى. بسم الله على بركه الله، غادي نبدا معكم. اول حاجه غادي نبدا بها هي الزيت. غادي نضيف البيضات، من بعد غادي نضيف السكر. غادي نضيف المكونات تقريبا كلها مع بعضها. ودابا غادي نضيف القشور ديال الليمون او الحامض، وغنخلط كلشي. هنا الفوي ما ساعدنيش انني نخلط. غادي نحاول نخلط بيدي احسن. وغنستمر بهذه الطريقه هذه حتى يذوب لي السكر. حتى السكر ما يبقاش حبيبات، يذوب ويتجانس مع البيضات والزيت. كيف ما كتلاحظوا دابا السكر ما بقاش حبيبات. ودابا غادي نحاول نضيف ديك المعلقه ونص ديال الكونفيتر ديال المشمش، حتى هو عنده دور كيعطينا واحد التعليكه مزيونه، وحتى هو عنده دور في المذاق، كيعطي حتى هو المذاق ديالو. غنحاول حتى هو نخلطو مزيان مع البيضات والزيت. ما كنظنش هاد المقادير هذه ما تكونش كاينه في كل دار. يمكن لكم تعملوها للكوتي، تعملوها للفطور للضياف، سهله اصلا، ماشي شي حاجه صعيبه بزاف، وفي اي وقت وكتحضر بسرعه، ما كديش الوقت بزاف. ودابا غادي نبدا نضيف الطحين على حساب الخليط ديالكم، يعني ما تجيش قاصحه وما تجيش خفيفه بزاف. هي كل ما جات خفيفه كل ما جات يعني العجينه ما بين وبين كتجي فتيه. وخا يعني واخا كتبقى كدوز بزاف، يعني مثلا الا بغيتو تعملوا كميه كبيره واخا دوز بزاف، ما كتقصحش، كتبقى كيف ما هي على الطبيعه ديالها. وكل ما كنقولوا كل ما بعض الحاجات كيباتوا عاد كيرجعوا عاد كيزيانوا. صافي غنستمر بهذه الطريقه هذه. غادي نضيف الطحين، وانا كنخلط حتى كنحصل على القوام اللي بغيت. بالنسبه للطحين انا هنايا تقريبا عملت 2 د الزلايف ونص. ودابا غادي نضيف الخماره د البيكنج باودر، انا بغيت نضيفها هي الاخرانيه. وغادي نضيف معها حتى الفاني. كيف ما ذكرت معكم هنايا انا ضفت تقريبا 2 د الزلايف ونص ديال الطحين. يلا جاتني هي هذيك.
صافي، هذا هو القوام اللي حصلت عليه. كيف ما كتلاحظوا ها هي ما خفيفه ما ثقيله. هذا هو القوام اللي خصكم، يعني اللي ممكن تحصلوا عليه. دابا غادي نبدا نكور الحلوى ونعملها في الصينيه، وغنستمر بهذه الطريقه هذه حتى نعمر الصينيه الاولى ان شاء الله. وديك الساعه غادي نوريكم كيفاش كتجي في الاخر. كيف ما كتلاحظوا هنايا انا عملت صفار البيضه مع قهوه سريعه الذوبان، وغادي ندهن بها من الفوق. غادي ندهن بها الحلوى كامله اللي عملتها. من بعد غادي نزوقها كيف كل واحد والاختيار ديالو. انا حبيت هنايا غير بالفورشيط نزوقها، غير ندوز عليها غير واحد جوج شريطات من الفوق. وديك الساعه غادي ندخلها الفران اللي غادي يكون، طبعا انا ديجا شعلته باش يسخن شويوش. ايوا صافي، هنا من بعد ما دخلت الصينيه الاولى الطيب، انا غادي نحاول نعمل دابا الثانيه. وخليكم مع الطريق مع الطبق النهائي ونشوفوا كيفاش جا، ونشارك معكم كيفاش جات. وكنتمنى تعجبكم ولنا الاعجاب ديالكم.
وهذه هي الحلوى اللي وجدت معكم. صراحه كتجي سهله بزاف وبسيطه كيف ما قلت لكم وذكرت معكم. المقادير ضروري ما غتكون موجوده في اي دار. انا عارفه غبرت عليكم بزاف وغادي نحاول نبدا من جديد ان شاء الله يا ربي. وكنتمنى تعجبكم الحلوى وتعجبكم الطريقه، وكنتمنى تشجعوني. ومع السلامه في الفيديو القادم ان شاء الله.